السلام عليكم. دلوقتي انا جاي لكم ازاي تخلي الزغاليل بتاعك في حجم واحد وكلام زي كده. انا كنت طالع دلوقتي وعملت الفيديو وقلت وخلاص وطلعت الجزء، قلت هوريكم جوز. اول ما سحبت الطاجن انا كنت مسايب الحمام ده كله، قلت عشان يتهوى كده عشان كنت في الشغل النهارده. فالغربان استغلت اللي انا مش موجود. بصوا، لقيت زغلول واحد، قعدت ادور على الزغلول التاني في العين ما لقيتوش، ولقيت دم اهو. تمام، دم ناشف والله اهو. تمام، فالحمد لله يعني. فهبدأ دلوقتي في الشرح بتاع ازاي تخلي الزغلول مع بعض. يعني فاهم، والله العظيم حاجة بتضايق لما تطلع ويبقى انت تعب في زغاليلك والكلفة كمان بقت بتغلى ومش عارف ايه، ويحصل معاك موقف زي كده. بجد والله العظيم حركة تضايق بس الحمد لله يعني، ربنا يعوض. فالمهم يعني اهو الزغلول والله التاني، بصوا يعني حجمه محترم والله اهو. تمام، هجيب لكم بقى جوز تاني، هجيب لكم جوز تاني. يا الله ماشي. بصوا اهو، الجوز حجمه واحد وكل حاجة. تمام، اقول لكم بقى على الطريقة دلوقتي. الحمد لله يعني، بص ما تزعلش على حاجة راحت منك ولا حاجة حصلت منك زي كده، فاهم؟ اللي هي جت في حاجة احسن من حاجة، فاهم؟ فانا عملت الفيديو ده النهاردة عشان بص، لقيت حصواية عند القص الانجليزي، القص الكرك عندهم حصواية. ايه تاني؟ الفحميات تحتهم حصواية. التلاتة دول او الاربعة حصوا في نفس اليوم. تمام، فعشان كده انا اضطريت ان انا اعمل فيديو، بس اتضايقت والله من سبب الموقف اللي انا لقيته ده. انا معرفش حتى الزغلول هنا ولا خدوه طاروا. تمام، فانا مثلا الفحميات اهم بيضوا بيضة، انا جايب بيض بلاستيك. هتقولي البيض البلاستيك ده بيتباع فين؟ هقول لك عند اي واحد بتاع حمام، او تنزل سوق الجمعة لو انت مش لاقيه وتشتريه من هناك. هتلاقي البيضة عاملة 4 جنيه. هبصوا البيضة، بص انا رماها من ارتفاع والله. بصوا اهي، اهي. تمام، فيا جدعان دي ما بتتكسرش اهي، زلط وشبه الحصوايه بالظبط. تمام، فانا اول طريقه اللي انا اول ما شفت الحمام ده كله رقد، اعمل ايه؟ مثلا الاصل دول رقدوا، امسك الحصوايه بتاعتهم. يا واحد فين؟ تمام، اهي الحصوايه، بص الفرق، في فرق اهي. اهي دي الحصوايه البلاستيك، اروح حاططها لحد ما ايه، ما الحمام البيضه التانية تيجي. البيضه التانية تنزلها، اروح ماسك البيضايه دي احطها مكانها واخد البيضه البلاستيك، عشان هما الاتنين يبقى طالعين في نفس اليوم وما يكونش في واحد اكبر من واحد. دي اول معلومه اللي هي ازاي تخلي الحمام بتاعك والزغاليل تكون في حجم واحد. تمام، فانا والله العظيم اتضايقت من سبب الموقف ده، بس الحمد لله يعني. انا حاططها تحت الفحميات اهو، اروح قافل. اجي عند قص انجليزه او الكرك، اهو القص الكرك، طلعت الحصوه بتاعتهم، الحصوه بتاعتهم كبيره كده ليه. تمام، اروح حاطط الحصوه البلاستيك. تمام، الانجليزي برضو زي كده، الانجليزي اهو. تمام، انت فهمت اللي انا هعمله؟ يا فرق احجام والله. هو في فرق يعني ما شاء الله. تمام، فايه التلات حصويات اهم قدامكم. فبرضه حبيت برضه انبه على المعلومه دي، اللي انت تخلي الزغاليل بتاعتك في احجام كلها واحده، اللي هم يطلعوا في حجم واحد وكل حاجه. تمام، وطالما هم كلهم رقدوا في نفس الوقت، تقدر لو في زغلولين صغيرين هنا، زغلول كبير هنا وزغلول صغير، وهنا برضه نفس الحكايه، زغلول كبير وزغلول صغير، حط الاتنين الكبار مع بعض والاتنين الصغيرين مع بعض. الكبار هيتخانقوا هياخدوا نفس حق بعض، والصغيرين برضه هيبقوا قد بعض وهياخدوا نفس الاكل بتاعهم. تمام، فمش هيكون في واحد اكبر من واحد. ده لو حصل برضه معاك الموقف ده. هقولها تاني عشان لو انا اتلخبطت في الحته دي. انت عندك واحد صغير اهو، واحد كبير، لما يجي يطلعوا الحصو، لما يجي يطلع واحد صغير واحد كبير مثلا، واحد كل عن واحد. تمام، وهنا برضو نفس الحكايه، امسك زغلول صغير اروح حاطه هنا، وزغلول الكبير احطه هنا، فاهم؟ اشوف الجوز اللي بياكل اكتر واحط تحتيه الزغلولين الضعاف. تمام، ده لو في حال حصل معاك الموقف ده. تمام، وساعتها بقى يعني اول ما الزغاليل بتطلع او كده، اكلهم ذره صافي، ما تحط لهمش
حاجات زي كده. يعني بصوا الكلفه دي غلط. معلش ثانيه، انا بجيب والله كلفه بص نضيفه والله. بص الكلفه اللي انا بجيبها اهي، فيها بص كل حاجه اهي تمام، وحاجه محترمه بصراحه، بس برضو مش عجباني يعني كده، مش عجباني يعني. احنا كنا بنجيب افجر منها وبارخص من كده ب 100 مره، بس عادي يعني. بتاكلهم ذره صافي، بس ما تحط لهمش ولا دشيشه ولا علف ولا اسمه ايه ده قمح ولا اي حاجه. ممكن تحط لهم قمح وذره بس، اما تحط لهم بقى فول وبسله والكلام ده لا، ما تحطلوش في اول اسبوع. تاني اسبوع بقى اديله اللي انت عايزه تمام. فدي برضو كان معلومه حبيت برضو انبه عليها. وانا اهو شلت البيض كله قدامكم. مش فاكر والله كان في قص تاني مش فاكر والله، بس عادي يعني هنبص عليهم تاني. فدي برضو معلومه حبيت برضو انبه عليها، ورب بس يكون الفيديو عجبكم. واتمنى يعني لو حصل معاك موقف زي كده ما تزعلش على حاجه، قول الحمد لله وخلاص. بس ماشي، شكرا.